بيبدأ الفيلم ببنت بتكون راكبة عربيتها وماشية على الطريق، وفجأة بتحصل هزة أرضية وبتنهار الصخور على البنت، فبتفقد السيطرة على العربية وبتقع من على الجبل. ولحسن حظها إن العربية بتتعلق ما بين الصخور، وبعد لحظات بتتحرك طيارة لإنقاذها، وبيكون مع فريق الإنقاذ مذيعة اسمها سيرينا، وبتتكلم مع أعضاء الفريق وبتسألهم عن عمليات الإنقاذ اللي قاموا بيها قبل كده. وبتسأل ريموند قائد الفريق هو ازاي قدر ينفذ اكتر من 600 عملية انقاذ بنجاح، خصوصا وان عمليات الانقاذ بتتم في اماكن مختلفة. فريموند بيقول لها ان هو بيأدي واجبه مش اكتر. وبعدها بيوصلوا لمكان العربية، وريموند بيتواصل مع البنت علشان يطمنها، ولكنه بيلاحظ ان المسافة بعيدة جدا بينه وبين العربية. فبيقرر انه ينزل بالطيارة بين الصخور عشان يوصل لأقرب مسافة ممكنة ويقدر ينقذ البنت قبل ما العربية تقع بيها. بعدها بينزل واحد من الفريق وبيربط العربية بحبل مربوط في الطيارة، لكن ايده بتتحشر تحت العربية، وساعتها الطيارة بتفقد توازنها لأن العربية بتتحرك وبكون وزنها تقيل جدا. وبينجح ريموند انه يسيطر على الطيارة بسرعة، وبيقرر انه ينزل بنفسه علشان يساعد زميله، خصوصا ان محرك الطيارة ممكن يتعطل في اي لحظة. واول ما ريموند بيوصل عند العربية بيكسر باب العربية وبيطلع البنت، وبيطلب من زميله انه يقطع الحبل المربوط بالعربية، وبيقطع زميله الحبل والعربية بتقع من فوق الجبل. وريموند بيقدر ينقذ البنت وزميله في آخر لحظة. اسمه لورانس، وهو بيدي محاضرة عن الزلازل. ولورانس بيقول إن قوة الزلازل بتعادل قوة القنابل النووية في بعض الأوقات، وفي أوقات تانية بتكون أقوى منها بكتير وبتسبب دمار كبير ممكن يمحي مدن كاملة من على الخريطة. ولورانس بيدي أمثلة على زلازل حصلت كتير في العالم، وبيقول إن هو شغال حاليا على برنامج جديد للتنبؤ بالزلازل، على أمل إن هو يقدر يحذر الناس من الأماكن اللي هتحصل فيها الزلازل قبل ما تحصل. وبعد المحاضرة بيلاقي المساعد اللي اسمه كيم بيدخل عليه مكتبه، وبيبلغه ان هم قدروا يرصدوا نشاط الزلزال في ولاية قريبة منهم. فبيقرر لورانس انه ياخد كيم ويروح للولاية دي بسرعة. وبنروح لريموند اللي بيكون خلص شغله وراجع للبيت، وبتجيله مكالمة من بنته اللي اسمها بليك، واللي بتكون قاعدة مع امها في بيت جوزها دانيال. وبنعرف ان هو ومراته انفصلوا من فترة، وده بسبب وفاة بنتهم اللي اسمها مالوري. ساعتها بليك بتطلب من ابوها ان هو يجيب لها العجلة بتاعتها علشان هي عايزة تروح بيها الجامعة. وفي الوقت ده بنشوف لورانس وهو واقف فوق السد اللي بتصدر منه نبضات الزلزال، وبيتواصل لورانس مع كيم اللي بيكون قاعد جوه جسم السد. وبيكون لورانس فرحان بان التجربة نجحت وان هم قدروا يسجلوا بيانات هتساعدهم في التنبؤ بالزلزال. لكن كيم بيلاحظ ان نبضات الزلزال بتزيد بسرعة، وساعتها بيحصل زلزال قوي جدا. فبيترعب لورانس وبيطلب من كيم ان هو يخرج بسرعة. وقتها كل الناس اللي على السد بيجروا بسرعة عشان ينقذوا نفسهم، وبيقدر كيم يخرج بسرعة، لكن قوة الزلزال بتزيد وجسم السد بينهار. وساعتها كيم بيشوف بنت صغيرة خايفة وبتعيط، فبيشيلها وبيجري بيها بسرعة علشان ينقذها. ولما لورانس بيشوفه بيجري ناحيته، ولكن الجزء اللي فيه كيم بيبدأ ينهار، فبيضحي كيم بحياته وبيرمي البنت ناحية لورانس. وبعدها السد بينهار بالكامل وكيم بيموت، وبيقف لورانس وهو مصدوم ومش مستوعب ان كيم مات. وفي الوقت ده ريموند بيكون في طريقه لبنته، وبتجيله رسالة من الشغل وبيعرف بالزلزال اللي حصل. فبيقرر انه يروح يودي العجلة لبنته بليك ويرجع على الشغل. وهناك بيقابل طليقته وجوزها دانيال، وبيعتذر روماند لبليك لانه كان وعدها انه هياخدها في رحلة لمدينة سان فرانسيسكو، ولانه هو هيروح الشغل دلوقتي علشان يشارك في عملية الانقاذ بسبب الزلزال اللي حصل. فبيعرض دانيال عليه ان هو ياخده في طريقه للشغل، لكن ريموند بيتضايق لان دانيال بيحاول ان هو يبين له ان هو مهتم بيها اكتر من ابوها. وبيخرج ريموند من البيت وهو متعصب، وبتروح إيما وراه عشان تهديه، ولكنه بيتجاهل كلامها وبيديها عجلة بنتها وبيمشي. وتاني يوم بتكون بليك مع دانيال في الطيارة، وبيتكلم دانيال مع بليك وبيقول لها إن هو مش قصده إنه يلغي علاقتها مع أبوها وإن هو ياخد مكانه. فبتقول له إنها متفهمة موقفه. وبعدها بيوصلوا للمطار وبيروحوا على شركة دانيال، وهناك دانيال بيطلب من بليك إنها تستناه لحد ما يخلص الاجتماع ويرجع لها. وفي الوقت ده بيرجع لورانس وهو حزين بسبب موت كيم. وساعتها واحدة من المساعدين بتوعه بتبلغه إن سارينا عايزة تقابله، وده لأنها عايزة تعمل معاه لقاء صحفي بخصوص الزلزال اللي حصل. وأثناء اللقاء بيقاطعهم واحد من المساعدين لورانس وبيقول له إن هم رصدوا نشاط كبير لمجموعة من الزلازل. وبيتوتر لورانس وبيبدأ يحلل البيانات وبيدرس حركة الزلازل دي.
وبيتصدم لما يعرف إنها هتكون قوية جدا، وده لأن مصدر الزلزال هو مكان اسمه ساندرياس، والمكان ده معروف إنه مكان زلازل نشط، وده معناه إن عدد كبير من الزلازل هتحصل. وبيحدد على الخريطة الأماكن اللي هتحصل فيها الزلازل، وبيقول إنها هتسبب دمار كبير، وعشان كده هو لازم أن يتواصل مع السلطات في أسرع وقت. وفي الشركة بتتعرف بليك على مهندس اسمه بين، وبيكون جاي علشان يعمل مقابلة في الشركة علشان يشتغل، وهو بيكون مع أخوه الصغير اللي اسمه أولي. وبيسألها بيل لو دانيال يبقى أبوها لأنه شافها لما جت معاه من شوية، فبتفهمه إنه هو جوز أمها. وساعتها بتيجي السكرتيرة وبتنادي على بين علشان مقابلة. وفي الوقت ده في لوس أنجلوس بتكون إيما قاعدة بتتغدى مع أخت دانيال علشان تتعرف عليها، وبيبان إن أخت دانيال مش فرحانة بجوازة دانيال من إيما، لأنها بتكون فاكرة إن إيما وبنتها طمعانين في فلوسه، وإيما بتتضايق من كلامها. وساعتها بيجيلها مكالمة من ريموند فبتقوم عشان ترد عليه. وهنا إيما بتلاحظ إن الترابيزة اللي قدامها بتتهز، وفجأة بيحصل زلزال بيدمر المكان كله. وبيطلب ريموند من إيما إنها تطلع على سطح المبنى وهو هينقذها بالطيارة. وبنروح لمدينة سان فرانسيسكو، وبيكون دانيال خلص اجتماع وبياخد بليك عشان يمشوا، ولكن هم خارجين من الجراج بيحصل زلزال والمكان بيتدمر. فبيحاول السواق يخرج بسرعة من الجراج، ولكن الأرض قدامهم بتنهار والعربية بتنزل في الدور اللي تحت وبيقع عليهم جزء من السقف والسواق بيموت. وساعتها رجل بليك بتتحشر في الكرسي، فبينزل دانيال وبيحاول يخرجها من العربية، ولكنه بيلاقي الكتلة الخرسانية ضخمة جدا ومش هيقدر يرفعها، فبقول لها إن هو يروح يجيب المساعدة ويرجع. وساعتها بين بيسمع دانيال وهو بيطلب المساعدة من فرد الأمن، وبيفهم إن بليك في الجراج ومحبوسة جوه العربية. وبيتصدم بين لما بيلاقي دانيال بخاف على نفسه وبيهرب من المكان. وبنروح ليما اللي بتقول له أخت دانيال إنها تيجي معاها على السطح، واللي بتعرفها إن في طيارة هتيجي تنقذهم، ولكن أخت دانيال ما بتسمعش كلامها وبتخرج من باب الطوارئ على أمل إنها تنقذ نفسها. فبتروح إيما وراها علشان تحاول تمنعها، ولكنها بتكتشف إنه الجزء اللي ورا الباب انهار بالكامل. فبتفهم إن أخت دانيال وقعت من الارتفاع ده وماتت، وبتجري تحذر باقي الناس إن هم ما ينزلوش من على السلم، ولكن محدش فيهم بيسمع كلامها. وأول ما بتوصل للسطح الأرض بتنهار وبتنزل للدور اللي تحت، وأول ما بتفوق من أثر الوقعة بتحاول إنها تطلع على السطح. وساعتها بيوصل ريموند وبيشوفها، وساعتها بيحصل انفجار في المبنى والنار بتحاوط إيما من كل ناحية. وبتلاحظ إيما إن أعلى مكان في السطح ما فيهوش نار، فبتشاور لريموند وبتقول له إن هو يستناها هناك. فبينفذ ريموند كلامها وبيروح يستناها، وبيشغل الطيار الآلي وبينزل لها حمالة الإنقاذ علشان يقدر يسحبها. وأثناء ما بتتحرك إيما بتنهار ناطحة السحاب اللي جنبها، فبينادي ريموند عليها عشان تجري بأقصى سرعة. فبتجري إيما ولكن التراب بيغطي المكان كله، فبيفضل ريموند يشد الحبل على أمل إنه يكون أنقذها. فبيفرح لما بيكتشف إنها قدرت توصل للحمالة، وبيشدها وبيدخلها جوه الطيارة بسرعة. ولكن المشكلة إن المباني اللي حواليهم بتتدمر بالكامل، وبتتعرض الطيارة لصدمات قوية بسبب المباني اللي حواليهم، وبتقع أجزاء من المباني على الطيارة وبتخرج عن السيطرة. فبيمسك ريموند عصاية القيادة بكل قوته وبيقدر يسيطر على الطيارة بأعجوبة. وفي الوقت ده بتكون بليك لسه محبوسة في العربية، وبتطلع تليفونها وبتتصل بأبوها علشان ينقذها. فبتعرفوا إنها محبوسة في عربية في الجراج، لكن الخط بيتقطع بسبب ضعف الشبكة. وفي الوقت ده بيوصل بين وأخوه للجراج، وبيحاولوا إن هم يحركوا الخرسانة من على العربية علشان بليك تعرف تحرك رجليها، ولكن السقف بينهار أكتر ومحاولتهم بتفشل. وهنا بليك بتحس إنها ممكن تكون سبب في موتهم، فبتطلب منهم إن هم يمشوا ويسيبوها قبل ما المبنى ينهار بالكامل. ولكن بين بيرفض وبيحاول مرة تانية إنه ينقذها، وفي المرة دي بيفتح شنطة العربية وبياخد منها الكوريك علشان يرفع العربية، ولكنه بيكتشف إن ارتفاع الكوريك مش كفاية علشان يحرر بليك. فبيمسك حديدة وبيفجر إطارات العربية، ووقتها العربية بتهبط عن الأرض أكتر، وبتقدر بليك تحرر رجليها وبيطلعها بين بسرعة وبياخدها هي وأخوه وبيخرجوا بره الجراج. ولكن بيتصدموا لما بيشوفوا حالة الفوضى اللي في الشارع، وده بسبب الانهيارات اللي بتحصل في كل مكان حواليهم. وبليك بتقول إنها عايزة تتصل بأبوها من خط أرضي، ولحسن الحظ الواد ده بيكون معاه دليل لكل الأماكن اللي في المدينة، وبقول لهم إن هم ممكن يلاقوا تليفون يتكلموا منه. وفي الوقت ده بيستغل لورانس وجود سارينا معاه، وبيقرر يعمل بث مباشر ويحذر الناس من الكارثة اللي هتحصل. وبنرجع لبليك واللي معاها واللي بيكونوا وصلوا لمحل الكترونيات، وبتستخدم بليك التليفون الارضي وبتتصل بابوها وبتطمنه انها قدرت تخرج من الجراج. وبتتفاجئ بليك ان امها مع ابوها في الطياره وبتكون عايزه تعرف ايه السبب، ولكن ريموند بيقول لها يعرفها بعدين. وبتتكلم مع امها وبتقول لها دانيال اللي اتخلى عنها وسابها وهرب. وهنا بتندم ايما لانها اختارت الراجل الغلط. وهنا ريموند بيوصف لبليك مبنى معين وبيطلب منها انها تطلع فوق
سطح المبنى ده وهو هيجي ينقذها. بعد ما ريموند بيقفل مع بنته بيتفاجئ إن محرك الطيارة عطل فجأة وبيضطر يعمل هبوط اضطراري في أي مكان، وبيقدر ينزل بالطيارة جوه متجر كبير، وساعتها بيلاقي ناس بتسرق حاجات من المتجر. وبعد كده بياخد إيما وبيطلع يدور على العربية، وساعتها بيوصل لعربية باين إنها مسروقة فبيقرر ياخدها، لكن الحرامي بيجي من وراه وبيرفع عليه السلاح، وساعتها ريموند بيضربه بقوة وبيغمى عليه، وساعتها بياخد العربية وبيمشي. وقتها لورنس بيكون في البث المباشر وبيفضل يحذر الناس وبيعرفهم ان الزلازل لسه ما انتهتش، وبيقول لهم ان الزلازل اللي جايه هتكون اقوى، وبيأكد ان الزلازل دي هتضرب سان فرانسيسكو، وعشان كده بيطلب من السكان ان هم يهربوا من المدينه باي شكل. اما ريموند بيكون في طريقه مع مراته عشان ينقذ بنته، وبيلاحظ ان في راجل ومراته واقفين على الطريق وبيحذروهم من حاجه معينه، ولكن ريموند ما يكونش فاهم هم عايزين ايه، لحد ما فجأة بيلاقي نفسه قدام شق كبير قطع الطريق بالكامل. فبيرجع للراجل والست عشان يشكرهم لأنهم حذروه، وأثناء ما هم بيتكلموا ريموند بيعرف إن الراجل ده كان طيار قديم ولكنه عنده طيارة، ولكن ابنه اللي بيستخدمها، ولكن ابنه مسافر، فقرر هو ومراته ياخدوا العربية ويسيبوا المدينة، لكن العربية عطلت بيهم في السكة. فبيعرض عليه ريموند إنه يبدل العربية بالطيارة، والراجل بيوافق. وقبل ما ريموند يطير بالطيارة بيتكلم مع إيما عن بنتهم مالوري، وبتكون هي دي أول مرة يتكلم فيها ريموند عن الموضوع، وبنعرف إن هم انفصلوا لأنه هو فضل ساكت ويعرفها بنتهم ماتت إزاي، وبقول لها إنه هو حاسس بالذنب لأنه هو اللي خلى بنته تطلع رحلة التجديف اللي كانت عايزاها. وقتها بنته غرقت ومعرفش ينقذها، وبتتعاطف إيما معاه وبتقول له دي مش غلطته، وبتعرفه إن ده قدرها وما لهمش يد فيه، وبتطلب منه إنه ينسى أحزانه وينقذ بنتهم التانية قبل ما تموت. وفي الوقت ده بنروح لبليك اللي بتكون ماشية في طريقها للمكان اللي ريموند قال عليه، وبتلاقي عربية مطافي واقفة في الشارع، فبتدور على صندوق الإمدادات لحد ما بتلاقيه، ولما بتفتحه بتلاقي جواه جهاز لاسلكي خاص بالطوارئ، فبتاخده وبتحتفظ بيه. وهنا بين بيقول لها المبنى اللي قال عليه اتدمر، فبتقترح عليه ان هم يوصلوا لمكان عالي عشان يقدر يوصل لهم بسهوله. وبنرجع لريموند اللي بيكون مش لاقي مكان يهبط فيه بالطياره، وده لان المطارات كلها اتدمرت بالكامل، ولكنه بيشوف قدامه ملعب بيسبول، فبيبلغ ايما ان هم لازم ينزلوا بالباراشوت في الملعب ده. فبتتوتر إيما وبتكون خايفة لأنها أول مرة تعمل كده، ولكن ريموند بيطمنها وبينزلوا فعلا بالباراشوت في الملعب. بعد ما بيخرجوا من الملعب بيحصل زلزال، فبيتحرك ريموند بسرعة وبيوجه الناس على المكان آمن بعيد عن الخطر. وبعد ما الزلزال بيخلص بيتصدم ريموند وإيما من كمية الدمار اللي حصلت، وبقرر ريموند ياخد قارب ويروح للمكان اللي فيه بنتهم عن طريق البحر، ولكن هم في الطريق بيلاحظ ريموند حركة غريبة في المية، وقتها بيفهم انه في تسونامي هيحصل، وبيسوق القارب بأقصى سرعة علشان يبعد عن منطقة الخطر. وفي اللحظة دي بتسمع بليك تحذير على جهاز اللاسلكي، وده لأن في إعصار تسونامي قوي هيضرب المدينة، فبيقرروا ان هم يروحوا المبنى آمن علشان يحموا نفسهم. اما ريموند وإيما بيتصدموا لما بيشوفوا نفسهم قدام امواج عالية، فبيزود ريموند سرعة القارب عشان يعدوا قبل ما تخلص عليهم، ولما بيعدوا من الامواج دي بيلاقوا نفسهم قدام سفينة شحن عملاقة، فبيقدر يتفاداها ريموند، وبيقدر كمان يتفادى الحاويات اللي بتقع منها لحد ما بيبعد خالص عن الخطر. فنلاقي دانيال بيحاول ينقذ نفسه، لكن السفينة بتصطدم بالجسر، وساعتها دانيال بيموت هو وكل اللي موجودين على الجسر. وبعدها بيكمل الإعصار في طريقه وبيدمر سفينة سياحية كبيرة وبيدمر كل المباني اللي بتكون في طريقه. أما بليكو اللي معاها بيكونوا وصلوا على مبنى علشان يستخبوا فيه، وبعد لحظات بتفرح لما بتشوف أبوها وأمها في القارب، فبتحاول إنها تنادي عليهم ولكن مش بيسمعوها لأنهم ورا الإزاز. وهنا بيفتكر أولي جهاز الليزر اللي خده من المحل الإلكترونيات، فبتستخدمه بليكو وبتوجهه على القارب علشان تلفت نظر أهلها، وفعلا بياخدوا بالهم منها وبيفرحوا إن هم لقوها، ولكن بيتصدموا لما بيشوفوا المبنى بينهار فجأة والمية بتدخل للدور اللي بنتهم فيه. فبيطلب ريموند من إيما إنها تستناه في القارب، فبيغطس في المية بسرعة علشان ينقذ بنته اللي معاها. وفي اللحظة دي بين بياخد أولي وبيطلعوا للدور اللي فوق، وبيقول له إن هو هيروح ينقذ بليك ويرجع له، ولكن بتحصل هزة أرضية وبيقع بين على الأرض، وساعتها المية بتبدأ تغرق المكان اللي هم فيه بالكامل. أما ريموند بيكون وصل لبليك وبيتصدم لما بيلاقيها محبوسة جوه أوضة ومش عارفة تخرج، وساعتها بيتصدم لما بيلاقيها بتخلص قدامه، فبيستجمع كل قوته وبيضرب الباب لحد ما بيكسره، وبعدها بياخد بنته وبيطلع من المية، وساعتها بيلاقي بون وأولي قدامه وبيتصدموا لما بيشوفوها في الحالة دي، فبيحاول ريموند إنه يعمل لها تنفس صناعي علشان ينقذ حياتها. وهنا بين بيحاول يكسر المبنى علشان يخرجوا قبل ما المبنى ينهار، وقتها إما بتاخد بالها وبتشوف ريموند وهو بيحاول يفوق بليك، فبتتحرك بالقارب بسرعة عالية وبتكسر الإزاز، وبتاخدهم كلهم على القارب وبيخرجوا من المبنى قبل ما ينهار.
بالرغم من كل محاولات ريموند علشان ينقذ بليك لكنه بيفشل، فبتنهار إيما لأنها خسرت بنتها التانية، وبيفضل بين وأولي يعيطوا بسبب موت بليك، ولكن ريموند بيرفض إنه يستسلم وبيفضل يحاول إنه ينقذها لحد ما بليك بتتنفس. ساعتها إيما بتفرح وتقطم بنتها، أما بين وأولي بيعيطوا من شدة الفرحة. وبعد شوية وقت الزلزال بينتهي تماما، وبنشوف لورانس واللي معاه وهو بيتفرجوا على نشرات الأخبار اللي بيقولوا تحذير لورانس ساهم في إنقاذ عدد كبير من الناس. وقتها سيريليان بتقول له إنها فخورة بيه وباللي عمله، وبنرجع لمدينة سان فرانسيسكو اللي بتكون اتدمرت بالكامل، وبتكون قوات الجيش وفرق الإنقاذ بيساعدوا كل الناس، وبيكون ريموند واقف مع إيما وبليك وبين وأولي. وبنعرف إن ريموند وإيما قرروا يبدأوا حياة جديدة سوا وناويين يتجوزوا تاني، وبيخلص الفيلم. سلام.